مباراة الزمالك والمريخ تحت عنوان الزمالك خرج من دوري ابطال افريقيا بنصر منسي. هنعرض كده شوية ارقام كده عن المباراة. هي المباراة اساسا كانت تحصيل حاصل، بس هنطلع ايه اللي احنا خدناه من المباراة دي. مصطفى شلبي سجل اسرع هدف من دوري ابطال افريقيا بعد 11 ثانية، بعد ان كسر رقم لاعب بيترو اتلتيكو تياجو الذي سجله بعد 16 ثانية. المغربي احمد بالحاج صنع هدفين للزمالك في 3 دقائق، ودي كانت المساهمة الاولى لاحمد بالحاج منذ انضمامه لنادي الزمالك. ناصر منسي سجل هاتريك مع نادي الزمالك اليوم. كده ناصر منسي سجل اول هدف ليه مع نادي الزمالك واول هاتريك ليه مع نادي الزمالك، ويصبح رابع هاتريك للزمالك في دوري ابطال افريقيا وتاني هاتريك هذا الموسم. محمد عبد الله ناشئ نادي الزمالك مواليد 2003 هو اللي صنع الهدف الرابع لناصر منسي بعد اول لمسه ليه بعد دخول المباراه. افضل لقطات المباراه جمهور الزمالك في الدقيقه 58 قام بعمل شكل ايموجي الغضب، وهذا معبر عن حال جمهور الزمالك سواء اللي حاضر في المدرجات عبر شاشات التلفاز. تاني اجمل لقطه في المباراه هي سجده الطفل جمع الكرات بعد احراز نادي الزمالك الهدف الثاني.